ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ حاجة مهمة جدا عشان تحافظ بيها على الفتيس بتاع عربيتك ايا كان هو نوعه ايه، سواء ديوال كلاتش سي في تي، ايا كان النوع. بس في تصرفات احنا بنعملها في الفتيس علشان احنا ما قدامناش غير المقبض بس، لكن انت بتستخدمه صح او غلط، ده اللي هنشوفه في الفيديو ده ان شاء الله. العربية وهي واقفة ومش دايرة، بيبقى الوضع بتاعها الفتيس على البي باركينج، وده امان للعربية، ومعظم العربيات ما بتدورش غير لما تكون على البي، فبالتالي انت لازم لما هتسيبها على البي. فلو احنا جينا دورنا العربية دلوقتي وبصينا هنا هنلاقي الهاند بريك لو كهرباء عندك هتلاقيه منور، يعني متفعل، والعربية على البي. طيب انت عايز تتحرك بتعمل ايه؟ يا اما بتنزل الهاند بريك، او لو انت رافعه ومرفوع كده زي ما انت، وجبت العربية على الدي وجيت تلمس بس بنزين، هتلاقي اللمبة طفت والاوتوماتيك بتاع الفرامل اليد فك لوحده. طيب لو هو احنا طلعناه ونزلناه، احنا اتحركنا خلاص على الدي ومشينا المشوار بتاعنا ووصلنا، انا وصلت وركنت وعايز ابطل العربية، بس عايز احافظ على الفتيس، هعمل ايه؟ هروح جايب العربية على الان، مش هجيبها على البي على طول، وهقول لكم ليه دلوقتي. بعد كده هرفع الهاند بريك، كده انا ثبت العربية في مكانها عشان ما تتحركش، وجبت العربية على البي وطفيت العربية. طب انا ليه عملت الخطوات دي؟ اول حاجه، من الممكن ان انت لما تيجي تركن يكون الشارع فيه زاويه او زاويه ميل، سواء منحدر او مرتفع، فبالتالي العربيه مش مظبوطه وانت دايس فرامل وهتجيب البي، وطبعا مش هتعرف تجيب البي غير وانت دايس فرامل. فانت بتجيب الان الاول، بتحط الفتيس على النيوترال، يعني الكلاتشات بتاعت الفتيس كلها واسعه عن بعض، مفيش حاجه متعشقه مع حاجه، ودايس فرامل. شديت الهاند بريك فانت كلبشت العربيه في الارض على الوضع بتاعها. بعد كده، بعد ما شديت الهاند بريك، رحت جايب الباركينج. الباركينج ده اللي هو انت ركنت العربيه وهي فيها زي سيفتي وايز كده، بيبقى معمول في الفتيس ان هو يبقى مكلبش العربيه. فشلت رجليك من على الفرامل ونزلت، جيت بعد كده تدور العربيه، دوست على الفرامل دورت، لما هتيجي تجيب البي على الدي هتلاقي الموضوع جاي معاك سلس جدا. بعض الملاك ممكن يجوا يبص على الفتيس وهو مش عامل اللي احنا قلناه في الاول وهو بيركن، يجي ينقل العربيه من البي على الدي يلاقي فيه عضه جامده في الفتيس. وهو هنا الغلط، وهنا ان احنا بنقلل من عمر الفتيس، لان انت في الاول قبل ما تشد الهاند بريك انت رحت جايب البي، ولظروف رحت شايل رجليك من على الفرامل علشان انت مستعجل، ورحت سايب العربيه وشادد الهاند بريك بعد كده. فانت لما شلت رجليك من على الفرامل وهي على البي هتلاقي العربيه فيها زي مور معين كده، مدى بيبقى عباره عن 5 سم في الارض ولا حاجه، تلاقي العربيه نزلت وابتدت تتهز معاك، انت كده خليت التروس تعشق في بعض، وده غلط. التروس لما هتعشق في بعض هتيجي تدور بعد كده هتلاقي عضه جامده في الفتيس. وهي دي النقطه اللي بنحاول ان احنا نفهمها للناس علشان تحافظ على الفتيس بتاعك، سواء في الدواره او لما تيجي تطفي، والاهم لما تيجي تطفي، لانك لو طفيت العربيه وعملت الخطوات اللي احنا عملناها مظبوط، في الدواره مش هيبقى فيه اي مشكله، هتلاقي الطبيعي بتاعك ان الفتيس محمي اصلا من قبل ما تطفي العربيه. شكرا ليكم، معلش وجعت دماغكم.